عبد الله السعيد. انا مش عارف هل عبد الله السعيد واخد عليك فرده ولا ايه يا معتمد؟ يا ابني نص الملعب ده لو فرقه الاهلي النهارده لو مش خايفه الشوط الاولاني تكسبك 6، كان نص الملعب النهارده كان بوظه ما لا بيرجع ولا بيدافع ولا بيهاجم ولا بيمسك كوره، ولا تقول لي اللي بيقول عليه الفترة اللي فاتت او الفترة اقسم بالله من اول الموسم وهو بيشحت كورة عبد الله السعيد مبطل مفلس ضايع وهو سبب من اسباب النهارده الخسارة. وبعد كده يا عم معتمد انت ماتش زي ده بتلعب مفروض تلعب ب3 مساكين، لانك انت لو تعادلت انت بطل الدوري. لو تعادلت بطل الدوري العب ب3 محمد اسماعيل والونش اللي هو ضايع راقر وحسام عبد المجيد ضايع، واخد بالك، وتحط تلعب ب3 وتحط 2 على الاطراف و2 في نص الملعب ديفندرات. انت النهارده بتلعب فتوح وبتلعب عبد الله السعيد، اقسم بالله بزراميط الاتنين عاملين ولا بيقفوا على الكوره ولا بيعرفوا يباصوا ولا ليه؟ لان انت اصلا بتجامل. انت اللي عملته كله الفترة اللي فاتت ضاع النهارده، وجمهور الزمالك مش هيرحمك، ودي كانت فرصة عمرك كنت هتفضل المنقذ، انما كده مش هيفكروا فيك، خلاص كده الموضوع طار. ده لو الدوري طار انت اللي ضيعته. انت عشان انا يعني عايز اقول كلمة، بس انا بتخاف من ايه؟ ده انت ماسك اكبر فرقة، ده انت وراك جمهور، ده انت لو قلت على بزيرة يقعد محدش هيقول لك بم وكله هيساندك.